السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم في فيديو جديد. في جريمة حصلت من شوية، جريمة غريبة جدا. الجريمة بعنوان أم تقتل ابنها. طبعا يعني أنا أول ما شفت عنوان الفيديو أو المنشور اللي نازل، يعني استغربت جدا وقلبي وجعني ودخلت أشوف التفاصيل. ايه هي التفاصيل ان في ست قاعدة بتحضر الأكل وماسكة سكينة بتقطع بقى خضار وحاجات وكده. وولادها قاعدين بيلعبوا، تمام. بيلعبوا مع بعض فبيجروا ورا طفل، يعني طفل من ولادها بيجروا ورا بعض وكده. ففي ابن ليها اسمه مصطفى، يعني حب يستخبى في مامته عشان اخواته عمالين يزغزغوه ويجروا وراه وكده. فجري يا عيني عشان يستخبى فيها، فاذا بالسكينة بتدخل في بطنه. هو بيرمي نفسه على مامته، فمامته طبعا ماسكة السكينة، فوقع على السكينة. بطنه قعدت تنزف، مامته معرفتش تلحقه وقعدت تصرخ وقعدت تعيط، واخواته طبعا في حالة برضو صريخ وعياط مش فاهمين ايه اللي يحصل. ومامته بتحاول تنقذه، معرفتش تنقذه ابدا، وجرت بيه على المستشفى بس هو كان خلاص مات بسبب يعني حاجة غريبة جدا. هو طبعا عمره، والأم توجه لها يعني قضية قتل خطأ. وطبعا بعد ما طبعا استجوبوها واستجوبوا واخواته اقروا باللي حصل، ان هم كانوا بيلعبوا، ان هو حب يستخبى في مامته، بيجري منهم بيستخبى في مامته، واذا بالسكينة. يعني ربنا يرحمه، ربنا يصبر مامته طبعا، يعني هتفضل شايلة ذنبه طول عمرها. اي نعم هي ما كانش قصدها، بس هي هتفضل حاسة ان هي السبب، وهي يعني اللي عملت كده. ربنا يحفظ اولادنا جميعا. طبعا انا والله بقول الفيديو ده وحاسه اني هعيط، يعني الواقعة صعبة جدا. يعني ربنا ما يوريها لحد ابدا يعني. وربنا يصبر قلب الام دي يعني، وما يحصلهاش حاجة من اللي حصل لها ده او من اللي هي حاسة بيه اكيد دلوقتي. وربنا طبعا يرحم الطفل. هو هو الطفل اللي مش عارفة اقول لكم يعني اكتر مواصفات عنه اكتر. هو اللي وصل بس عنده ان هو عنده يعني اسمه مصطفى بس، لكن ما عندوش كام سنة بقى ولا اي حاجة، ما عرفش عنه اي حاجة، بس هو لسه طفل صغير يعني. نصيحة بقى لكل ام هتسمع الفيديو ده: بلاش تستخدمي السكينة في اي حاجة خالص قدام ولادك. بلاش والله يعني. حتى لو هتعملي اكل، هتعملي اي حاجة، لو الاحسن ان انت تسيبيهم مثلا بره حتى المطبخ بتاعك يلعبوا. حتى هم لو حصل لهم اي اذى بره، يعني لو انت خايفة عليهم يحصل لهم اي اذى بره المطبخ او بره المكان اللي انت موجودة فيه، فاي اذى يحصل لهم بره هيكون اهون من الاذى اللي ممكن يحصل لهم في المطبخ، ان ممكن زيت لا قدر الله يقع على حد فيهم، ممكن سكينه، ممكن اي حاجه. فلا، خلوا بالكم. والواقعه دي يعني اكيد هتفوق كتير قوي مننا، او فوقت كتير فعلا مننا دلوقتي ومنهم انا شخصيا. فخلوا بالكم من اولادكم ومن نفسكم، وربنا يحفظكم يا رب جميعا. وبكده خلاص هنهي الفيديو. شكرا انكم سمعتوني، وقابلكوا في فيديو جديد، ويا رب ما يكونش فيه يعني ولا كوارث ولا حوادث ولا اي حاجة خالص، ويكون فيديو لطيف جميل. لو لسه اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي، يا ريت تعملوا سبسكرايب، ويا ريت تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ويا ريت تدعوا للأم. وطبعا واخواته وباباه وكده، يا ريت تدعوا لهم كلهم وتدعوا للطفل كمان. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.